المبرمج ممكن يساعد الشركات في مجالات مختلفة إنها تاخد قرارات بالملايين. تقدر مثلا تساعد شركة عندها منتج معين تعرف إزاي تزود مبيعاتها. تساعد مثلا شركة تسويق عقاري تتوقع أسعار العقارات. ممكن برضو تساعد شركات الاتصالات تعرف مين العملاء اللي ممكن يسيبوا الخدمة. في شركات الطيران والطاقة ممكن تتوقع الأعطال قبل ما تحصل. كل ده وأكتر ممكن نعمله لو اتعلمنا إزاي نخلي الكمبيوتر يتوقع المستقبل. طيب ازاي بنعمل الكلام ده؟ الإجابة بتبدأ من مجال مهم جدا اسمه ال Statistical Learning، وده اللي هنتعلمه مع بعض في الفيديو ده. خلينا دلوقتي ننسى الكمبيوتر تماما وهنفهم الأول يعني إيه Statistical Learning. تخيل معايا إن دي داتا لشركة معينة عندها منتج بتبيعه. الداتا دي عبارة عن تسجيل لمبيعات الشركة شهريا خلال آخر سنتين. الشركة بتصرف ميزانية للتسويق، والميزانية دي متقسمة على 3 قنوات مختلفة: إعلانات على التلفزيون، إعلانات على السوشيال ميديا، والإي كوميرس ويب سايت اللي بيبيعوا من خلاله المنتج. الشركة شايفة إن المبيعات دي أقل من المتوقع وعايزين يعرفوا إزاي يزودوا المبيعات دي. مطلوب مننا إننا نحلل الداتا دي ونحاول نوصل لطريقة تساعد الشركة إنها تزود المبيعات. ولكن قبل ما نعمل كده خلينا الأول نتفق على شوية مصطلحات. أول 3 أعمدة في الداتا عبارة عن variables أو متغيرات بيمثلوا ميزانية التسويق. هنسميهم ال input variables أو ال features، وكمان ممكن نسميهم ال independent variables، متغيرات مستقلة الشركة تقدر تتحكم وتعدل فيها زي ما هي عايزة. أما العمود الأخير فهو السيلز، وده الناتج اللي احنا مهتمين بيه وبنسميه الأوتبوت فاريبل أو الديبندنت فاريبل، لأنه بيعتمد في قيمته على الفيتشرز، يعني المبيعات بتزيد أو بتقل بناء على ميزانية التسويق. كل رو في الداتا بنسميها observation، وهو ببساطة تسجيل للي حصل في شهر معين. يعني مثلا في شهر معين كانت ميزانية التلفزيون بالرقم ده، ودي كانت ميزانية السوشيال ميديا، ودي الميزانية اللي اتصرفت على الويب سايت، فالنتيجة كانت إن المبيعات وصلت للرقم ده. فكل صف في الداتا بيمثل observation لشهر مختلف. لو قدرنا نفهم العلاقة ما بين ميزانية التسويق والمبيعات، يعني إزاي ميزانية التسويق بتأثر على المبيعات، وقتها هنقدر نقول للشركة إزاي يوزعوا ميزانية التسويق بحيث يحققوا أعلى مبيعات. يعني هدفنا إننا نوصل لموديل أو نموذج رياضي يقدر يتوقع السيلز بناء على ميزانية الإعلانات. تعالوا نشوف إزاي نوصل للموديل ده. خلينا نرمز للفيتشرز بالرمز X، ولكن لأن عندنا 3 فيتشرز فهنكتبهم كده: X1 ميزانية التلفزيون، X2 ميزانية السوشيال ميديا، وX3 ميزانية الويب سايت. أما المبيعات فهنرمز لها بالرمز Y. إحنا متوقعين إن في علاقة ما بين X و Y، ولكن مش عارفين شكل العلاقة دي إيه بالظبط، فممكن بشكل مبدئي جدا نقول إن Y بيساوي FX، بمعنى إن السيلز هي دالة بتعتمد على ميزانية التسويق. يعني إيه دالة بتعتمد على ميزانية التسويق؟ يعني قيمة Y بتتحدد بناء على قيم الفيتشرز على قيم X، لذلك Y هي فانكشن أو دالة في X. شكل الدالة دي ممكن مثلا تبقى علاقة خطية ما بين X و Y، وممكن برضو تكون علاقة غير خطية، ممكن تبقى علاقة معقدة. فإحنا كل دورنا إننا نوصل لشكل الدالة اللي بتوصف العلاقة ما بين X و Y. من هنا بيجي دور ال Statistic Learning. المهمة الأساسية له هي إننا نحاول نقدر شكل الدالة F، يعني نحاول نكتشف المعادلة الرياضية اللي بتوصف العلاقة ما بين X و Y. ولكن قبل ما نعرف إزاي، إحنا هنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. المعادلة دي مثالية أكتر من اللازم. هي بتفترض إن أي تغيير في X بيقابله تغيير محدد ودقيق في Y، لكن في الواقع ده مش بيحصل. دايما في نسبة خطأ في الداتا بيسموها النويز. خلينا مثلا نفترض اننا عرفنا شكل الدالة F ووصلنا للمعادلة دي: Y بيساوي 2x1 زائد 3x2 زائد 4x3. من المعادلة دي هنفهم ان زيادة ميزانية التلفزيون بمقدار 1 بيزود المبيعات ب2، وزيادة ميزانية السوشيال ميديا بمقدار 1 بيزود المبيعات ب3، وهكذا. تعالوا نفترض ان الميزانية كانت بالشكل ده: x1 ب1000، x2 ب4000، وx3 ب500. المعادلة هتتوقع إن المبيعات هتساوي 16,000. ولكن هل ده معناه إن المبيعات هتكون دايما 16,000 لو استخدمنا نفس الميزانية في أي شهر؟ الإجابة لأ، لأن في عوامل تانية بتأثر على المبيعات زي جودة الإعلان نفسه، توقيت الحملة الإعلانية، المنافسين في السوق، السيزون اللي بينزل فيه الإعلان، سلوك العملاء. كل العوامل دي ممكن تخلي المبيعات بتزيد أو بتقل حتى لو الميزانية نفسها. لذلك المعادلة الأدق بتكون y بيساوي fx زائد إبسلون. إبسلون بيمثل الخطأ العشوائي أو العوامل الأخرى اللي بتأثر على المبيعات ولكن مش موجودة في الداتا. الخطأ ده بنسميه irreducible error، يعني نسبة خطأ موجودة ما ينفعش نتجاهلها وفي نفس الوقت ما نقدرش نتحكم فيها أو نقللها. ولكن في نوع تاني من الخطأ اللي ممكن برضو يحصل بنسميه reducible error،
ده خطأ بيجي بسبب إننا ما قدرناش نقدر شكل الدالة F بدقة كافية، ولكن الخطأ ده إحنا ممكن نتحكم فيه ونقلله عن طريق مثلا إننا نستعمل نموذج أفضل أو نستعمل بيانات أكتر ونزود في الأوبزرفيشنز. علشان كده بنسميه reducible error، يعني خطأ ممكن نقلله. يعني ممكن نقول إن الخطأ كل اللي ممكن يحصل بيساوي الخطأ الناتج عن النموذج نفسه زائد الخطأ الناتج عن العشوائية في البيانات. هدف ال statistical learning هو تقليل ال reducible error على قد ما يقدر، ولكن لازم تبقى عارف إن في irreducible error ما نقدرش نتحكم فيه، هيفضل موجود. يعني حتى أفضل نموذج في العالم ما يقدرش يتنبأ بدقة 100%. عملية الاستيميشن أو تقديرنا لشكل الدالة اللي بتوصف العلاقة ما بين X و Y مش بس بيساعدنا في عملية البريدكشن، ولكن كمان هيساعدنا نفهم العلاقة ما بين المتغيرات نفسها. يعني مثلا إيه المتغيرات اللي بتأثر على النتيجة فعلا؟ في كتير من الأحيان هيبقى عندنا عدد كبير من المتغيرات، إحنا في المثال ده شغالين على 3 متغيرات، ولكن في أوقات كتيرة جدا عدد المتغيرات بيكون أكتر من كده، ومش كلهم بيأثروا في قيمة Y بنفس القدر. في الحقيقة هو عدد قليل منها اللي بيأثر فعلا في Y. يعني مثلا مش كل 3 قنوات دول بيأثروا على نتيجة Y بنفس القدر، فإحنا نبقى محتاجين نعرف مين فيهم صاحب أعلى تأثير على المبيعات. فممكن مثلا نكتشف إن إعلانات السوشيال ميديا هي المؤثر الفعلي على المبيعات. طيب تاني حاجة برضو هنعرفها وهي إيه نوع العلاقة ما بين كل متغير والنتيجة. العلاقة ممكن تكون علاقة موجبة أو positive relationship، يعني زيادة المتغير بتؤدي إلى زيادة Y، وممكن برضو تكون علاقة نيجاتيف، علاقة سالبة، يعني زيادة المتغير بتؤدي إلى انخفاض Y. فشكل الدالة هيعرفنا نوع العلاقة ما بين كل متغير والنتيجة. طيب ازاي بقى نوصل لشكل الدالة ونعمل استيميشن لاف؟ هنا بقى بيبدأ الجزء الحقيقي من علم الاستاتستيكال ليرنينج، وهو استخدام خوارزميات مختلفة علشان نحاول نعرف شكل الدالة. عندنا طريقتين ممكن نستعملهم علشان نعمل استيميشن للدالة. الطريقة الأولى بنسميها البارامتريك ميثود. عشان نفهم الفكرة دي بسهولة تعالى تخيل معايا المثال ده. تخيل إن أنت عايز ترسم طريق ما بين مدينتين. ممكن تقرر من البداية إن الطريق ده لازم يكون خط مستقيم، فكل اللي هتعمله بعد كده هو إنك هتحدد أفضل خط مستقيم يمر ما بين المدينتين دول ويكون قريب قدر الإمكان من المدن اللي في النص. ده بالظبط نفس اللي بيحصل في البارامتريك ميثود. احنا ببساطة بنفترض شكل العلاقة من البداية. يعني مثلا هنفترض ان العلاقة ما بين المتغيرات علاقة خطية. اشهر نموذج بيعتمد على الفكرة دي هو النموذج الخطي او اللينير موديل. المعادلة بتاعته بتكون بالشكل ده: y بيساوي بيتا 0 زائد بيتا 1 x1 زائد بيتا 2 x2 وهكذا. القيم بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2 بنسميهم coefficients او parameters، وهم دول اللي بيتحكموا في شكل الخط. فهدفنا هنا ببساطة هو إننا نلاقي القيم المناسبة للبارامترز دي بحيث الخط اللي يرسمه النموذج يكون أفضل تمثيل للبيانات، أو يعني زي ما بنقول البيست فيت. وعشان كده الطريقة دي بنسميها بارامتريك، لأننا بنعتمد على بارامترز محددة علشان نحدد شكل الدالة. أشهر طريقة ممكن نوصل بيها للبارامترز دي طريقة اسمها الليست سكويرز، هنشرحها بالتفصيل في الفيديو الجاي لما نتكلم عن اللينير ريجريشن. ولكن بالرغم من ان الطريقة دي بسيطة وسهلة، الا ان عندها مشكلة مهمة جدا، وهي اننا ممكن نفترض ان العلاقة خطية، ولكن في الحقيقة العلاقة تبقى مش خطية. لما تيجي تطبق النموذج ده على ارض الواقع تكتشف ان العلاقة مش خطية. خلينا ناخد مثال. تخيل مثلا ان العلاقة ما بين الاعلان والمبيعات في البداية الاعلان بيزود المبيعات بسرعة، ولكن بعد نقطة معينة التأثير ده بيبدأ يقل، وبعد نقطة تانية زيادة الإعلان تقريبا ما بقتش تزود في المبيعات. العلاقة هنا علاقة منحنية مش خطية، وبالتالي النموذج الخطي اللي افترضناه من البداية مش هيقدر يمثل العلاقة دي بشكل دقيق. من هنا بقى بيجي دور الطريقة التانية وهي النون بارامتريك ميثود. نرجع تاني لمثال الطريق ما بين المدينتين. بدل ما هنقرر من البداية إن الطريق لازم يكون خط مستقيم، إحنا هنسيب الطريق يتشكل حسب طبيعة الأرض. لو في جبل يلف حواليه، لو في وادي ينزل فيه، يعني الطريق هيكون أكثر مرونة. نفس الفكرة بالظبط هنطبقها في النون بارامتريك ميثود. بدل ما بنفترض شكل الدالة من البداية، إحنا بنسيب البيانات نفسها بتحدد شكل الدالة. ده معناه إن النموذج يقدر يتعلم منحنيات، يقدر يتعلم علاقات غير خطية، أشكال معقدة بين المتغيرات بدون ما نفرض عليه شكل معين مسبقا. في الجوريزمز كتير جدا بتعتمد على الفكرة دي زي الكي نيرست نيبرز أو الديسيشن تري، كلهم الجوريزمز بتعتمد على فكرة النون بارامتريك ميثود، وإن شاء الله هنتعلم كل واحد منهم بالتفصيل في فيديوهات جاية على القناة. إذا الخلاصة عندنا طريقتين بنقدر نستعملهم عشان نعمل استيميشن أو تقدير لشكل الدالة اللي بتوصف العلاقة ما بين المتغيرات.
الطريقة الأولى اللي هي parametric method بنفترض فيها شكل الدالة من البداية وبنحاول بعد كده نلاقي أفضل parameters أو coefficients للنموذج ده. الطريقة التانية وهي النون بارامتريك ميثود، مش بنفترض شكل الدالة ولكن بنسيب البيانات نفسها هي اللي بتحدد شكل العلاقة. في الفيديو الجاي هنبدأ بأشهر نموذج في البارامتريك ميثود وهو اللينير ريجريشن، هنفهم بالتفصيل ازاي بنحسب القيم بتاعة الكوفيشنت أو قيم بيتا باستخدام الليست سكويرز.